السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو غادي نحكي لكم قصة شاب تبدلت حياته كاملة بسبب الخيانة، الألم والقدر اللي جره لطريق ما عمرو تخيله. محمد اللي تخلاو عليه والديه وخسر أعز الناس ليه ودفن قلبه بيديه، ولكن من بعد غياب طويل رجع، ماشي نفس الإنسان، رجع ظل، رجع مقاتل، ورجع باش يسقط أكبر شبكة إجرامية في المدينة. قصة أكشن، دموع، مؤامرات وحرب داخلية، ونهاية ما غاديش تتوقعوها. كنتم تدعموني باشتراك وإعجاب باش نزيد نعطي، وشكرا. كمل القصة حتى الآخر، ما تندمش، قصة واعرة. نبداو على بركة الله. كان محمد شابا من عائلة ثرية، عاش حياته كلها في رفاهية واحترام، لكن فجأة وقعت أكبر صدمة في حياته. تخلت عنه أمه وأبوه. لم يكن ذلك برغبة منهما، بل بسبب فتاة كانت تسكن قرب منزلهم. تعلقت الأم بها بشدة، وبدأ والديه يدافعان عنها أكثر من دفاعهما عن ابنهما. كان محمد يرى كل شيء، حتى جاء اليوم الذي رأى فيه أمه تخرج مع تلك الفتاة لتذهب بها إلى شاب كانت تحبه. بقي مصدوما، كيف لأمي أن تفضل فتاة ليست من دمها على ابنها؟ كره حياته. لم يكن محمد يريد أن يخبرها بهذه الحقيقة، خاف أن تظنه كاذبا، فبقي صامتا. كانت رهف فتاة هادئة، أما محمد فكان يحمل مشاكل كثيرة. كان سريع الغضب، يتشاجر بسرعة، يخوض سباقات في الشوارع، يتحدث مع الفتيات كثيرا، ويحمل حقدا على الخائنات. كانت رهف تحاول إصلاحه، لكنها كانت تنفجر داخليا من كثرة التناقض، حتى جاء اليوم الذي قال لها في لحظة غضب: أنا لا أثق بأي فتاة، جميعكن متشابهات. تلك الجملة قتلتها داخليا. دخل محمد سباقا خطيرا ليلا، رفع السرعة كثيرا، وفجأة انحرفت السيارة التي أمامه، وانقلب محمد بدراجته النارية. وقع حادث خطير، دخل المستشفى شهورا. كانت رهف تمزج بين الضعف والعجز، ثم بدأ قلبها يبرد. كانت تزوره يوما ويومين، ثم لم تعد تأتي. واستغلت الفرصة وتعرفت على شخص آخر، شاب هادئ جميل مستقر. دخلت حياة جديدة دون أن تلتفت إلى الخلف. حين خرج محمد من المستشفى، أول شيء فعله هو البحث عن رهف. سأل وفتش وذهب إلى منزلهم حتى عرف الحقيقة. رهف تزوجت. شعر أن قلبه تحطم للمرة المليون، كاد يفقد عقله. وزاد على ذلك أن أمه التي تخلت عنه عادت تقول بأنها نادمة، لكن بعد فوات الأوان. في ذلك اليوم قال محمد: حياتي لم تعد تساوي شيئا، وفكر بالانتحار ومضى لينهي كل شيء. لكن الذي حدث أنه لم يمت. كان كل ذلك خطة مع المخابرات ليختفي، لأن محمد كان شاهداً على عصابة كبيرة للاتجار بالفتيات الذين اعتدوا على رهف في تلك الليلة. كان عليه أن يختفي، أن يغير هويته، وأن يصبح عميلاً سرياً. أعادته الدولة من الموت ليعود رجلاً لا يمكن لأحد إيقافه. في اليوم الذي وصلها خبر موته، كانت رهف على وشك السقوط. ندمت ندماً شديداً، وأمه أيضاً صرخت وبكت وقالت: يا ابني سامحنا. لكن محمد كان بعيداً، يعيش باسم جديد، حياة جديدة، والحب الذي أعطاه كاملاً دفنه مع الماضي. وبقي سؤال واحد: هل سيعود يوماً ما لينتقم، أم سيظل ظلاً لا يراه أحد؟ وش بغيتوا الجزء الثاني اللي غيرجع فيه محمد؟